هلو. بما اني بقالي فترة طويلة ماليش مزاج للتصوير، فانا قررت اعمل حاجة مختلفة لمكتبي، منها تشجع واشجعكم معايا، وهحوله من كده لكده وبخطوات بسيطة جدا. هو يبدو ان الفيديو طويل لاني عاملاه زي فلوج ستايل، وهاخدكم معايا في كل خطوة هعملها، وانا بنظم وارتب المكتب، وانا بشتري الادوات كمان، وانا برسم وبعمل الديكور بالشكل النهائي. مش هسيب حاجة حرفيا مش هقولكوا عليها. ويلا بينا نبتدي. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. طيب عشان نلم الحاجات اللي موجودة دي كلها والهيصة دي هنعمل ديكلاتر، يعني هنشيل الكراكيب والحاجات اللي احنا مش عاوزينها والحاجات اللي احنا مش هنستخدمها. اول حاجة عندي شنطة الزبالة دي اللي هحط فيها كل حاجة انا مش هبقى محتاجاها، يعني خلاص لا هي حد ممكن يستخدمها ولا هو انا كمان هستخدمها، يعني حاجات مش ما تنفعش للاستخدام. تاني حاجة عندي كرتونة. دي هي فين الكرتونة التانية؟ تاني حاجة عندي كرتونتين. الكرتونة دي اللي هحط فيها الحاجات اللي خلاص عارفة انها هستخدم، مش يعني اللي خلاص اللي عارفة ان انا مش هستخدمها بس في نفس الوقت ممكن حد تاني يستخدمها، فدي اللي هطلعها دونيت، اللي هي حاجات ممكن تستخدم. الكرتونة التانية دي بقى الحاجات اللي انا متحيرة فيها، يعني عارفة انها ممكن استخدمها بس مش متأكدة ان انا ارميها او اطلعها دونيت، يعني مش متأكدة منها. في حاجات كتير بتحصل معانا كده، يعني نبقى في حاجة عندنا مش عارفة هستخدمها ولا لا. دي في الحالة دي لازم استخدم كرتونة زي دي، اروح حاطة الحاجة فيها قافلاها وعيناها، اللي تقريبا هقعد كده لمدة شهر. احتجتها خلال الشهر دي يبقى دي حاجة انا بستخدمها، ما احتجتهاش خلال الشهر ده وانا مش فاكرة اصلا ايه اللي جواها، فلا الحاجة دي انا مش عاوزاها. فدي تريك حلوة جدا اتعلمتها من كذا حد، يعني بيتكلموا عن الترتيب والتنظيم. فهنعمل التريك دي مع بعض، ان احنا هنحط جوه الكرتونة دي كل الحاجات اللي تقريبا انا مش هبقى محتاجاها، وهحط كل الحاجات اللي انا محتاجاها على السرير بتاعي لغاية اما انظم الجزء ده. انا جايبة خرز جديد عشان احنا هنشتغل بالخرز، فاحنا خلصنا هواية الرسم على القماش وهنشتغل بقى في الشغل الخرز، شغل الجامد اللي انا متحمسة ليه جدا بصراحة. العلب دي من الحاجات الممتازة جدا ان انتوا تحفظوا فيها اللون بتاعكم من غير ما ينشف ومن غير ما يبوظ، فمن الحاجات الحلوة جدا اللي ممكن تستخدموها. تريك جميلة جدا جدا انصحكم بيها. فاكرين الشنطة دي احنا عملناها مع بعض، فانا بفكر هي طرية خالص، هي المفروض الشنطة الخرز ما تبقاش طرية كده، بس انا كنت عاملاها بشكل سريع عشان كنت عايزة اعملها على العيد، وكانت كمان اول تجربة ليا، عشان كده هفكها. ابتديت انا اوريدي اصلا فكتها، هفكها وهعملها معاكم تاني بشكل احترافي. الفرش مش بس للرسم، الفرش لأي بنوتة ممكن تلم بيها شعرها عادي جدا، او الاقلام عادي يعني. انا رحت الدولار تري، ده اكتر مكان ممكن نجيب منه ادوات للمكتب والديكور، حاجة مناسبة في نفس الوقت سعرها معقول. انا اشتريت اللزق ده، خطير جدا بصراحة، بيلزق اي حاجة على الحيطة ولما بشيله ما بيسيبش اي اثر اطلاقا، حقيقي خطير. كنت اتكلمت معاكم عليه في فيديو قبل كده، كنت برضو بعمل ديكور للمكتب، هسيب لكم لينك الفيديو فوق في الاي وكمان في صندوق الوصف لو حابين تشوفوه. عجبني شكل البرواز ده جدا، وعلشان كده انا بفكر اجيبه. شكله بسيط جدا وسيمبل خالص. هجيب 9 براويز. الكوبايات دي كمان عجبتني بس مش عارفة استخدمها في ايه،
بصراحة أنا لسه متأثرة بالصيف وعاوزة أجيب ألوان مبهجة تديني طاقة، وعلشان كده هختار ألوان صيفية أكتر، رغم إننا دخلنا على الخريف خلاص. بس بصراحة مودي مش جايب خالص ألوان الخريف خالص خالص. الحقيقة أنا اشتريت حاجات تانية كمان، بس هوريها لكم بقى في البيت، لأن بصراحة الفيديو طول معايا قوي قوي المرة دي. حاجة اهو زي ما انتوا شايفين النور ابتدى يروح، وانا بصراحة بحب اصور في النور اكتر عشان بيبقى الصورة بتطلع احلى، يعني لما بيبقى الشمس بتبقى موجودة. هوريكم الحاجة وهنكمل بكرة. دي جبتها للديكور. كنت محتارة ان انا اجيبها او لا، بس قلت اجيبها ولو ما ظبطتش ابقى ارجعها يعني. دي برضو حاجة جبتها فيها اماكن كتير اللي هي الحاجات الرفايع الصغيرة. وجبت ايه تاني؟ جبت علب زي دي كده برضو صغيرين. صعب، صعبة قوي. اخيرا. ايه ده؟ مش متخيلة كل ما اجي اشيل حاجة او احطها تبقى بالصعوبة دي. يمكن بعد شوية تفك شوية يعني، تهيألي. نحط بقى فيها الوان، نحط فيها جليتر، نحط فيها الحاجات اللي هي بتبقى اعداد كتير كده جنب بعض، بس ما بتعرفوش تلموهم في مكان واحد. دي تنفع قوي للموضوع ده. مضايقني قوي ان هو تقيل قوي. جايبه منها حبه حلوين. دي برضو علب، بس بفكر في العلب دي احط الخرز، فجايبه تقريبا دول 2 ودول 2 كمان، ف4 متهيألي كفايه. جايبه كمان الليزي سوزن دي حلوه قوي. جايبه واحده للالوان والتانيه بصراحه هاخدها للمطبخ عندي. احطها استعمل فيها التوابل. شايفاها لذيذه يعني، خفيفه. هي خلاص. دول برضو نفس العلب. وكمان جايبه البراويز. جايبه 9 براويز هعملهم على الحيطه هنا. ودي الفكره اللي هنفذها، هتشوفوها معايا بعد شويه يعني. هعمل حاجه صيفي كده جميله، هتشوفوها معايا بعد شويه، وهعلقهم على الحيطه ورايا هنا. هو الحقيقه انا هصورها بكره الصبح، مش هصور دلوقتي لان زي ما قلت لكم النور راح خلاص. ودي لمبات هشوف استعملها ازاي. بفكر احط واحده كده جواها واشوف يعني. خليها جنبي. ايه تاني؟ دي برضو وردات هستعملها مع البراويز. وده اللزق اللي انا هلزق بيه البراويز على الحيطه، لان انا مش حابه ان انا ادقدق واعمل الكلام ده، لان انا بحب اغير. فعايزه حاجه تتشال بسهوله وترجع تتركب بسهوله. فاللزق اللي زي دوت بيبقى لذيذ، وانا استعملته معاكم قبل كده لما عملت في حلقه من الحلقات، لما عملت برضو باك جراوند كلها كانت عباره عن صور، كانت زي ارت جاليري كده. كانت مزيج ما بين الصور اللي انا رسمتها وصور مطبوعه. كمان جبت دول اللي هم بيتعلقوا فيهم اللي هم بنعلق فيهم الادوات وكده. هحطها على الحيطه دي. بس المفروض كنت اجيب 4، ما لقيتش اللون الابيض غير 2. هروح مره تانية اجيب 2 تاني وهلونهم، لاني حابه برضو يكون الوانهم صيفي ومتناسق مع الخلفيه اللي انا هعملها. جبت كمان الوان اكريليك، اللون الابيض واللون الاخضر، لان دول محتاجيهم. انا عندي الوان تانية، الاحمر والاصفر والازرق، يعني كل الالوان اللي انا محتاجه معايا يعني. ودي اخر حاجه تقريبا. لا، اللي قبليها دي اللي بعلقها هنا. دي القطع اللي بتتعلق هنا عشان اقدر اعلق فيها الحاجه. فدول مهمين ولذاذ قوي كمان، هيبقوا لطاف مع الالوان اللي انا هعملها. واخر حاجه دي عشان احط عليها البوت بتاعتي اللي هي الزرعه. هتبقى بالشكل ده كده، بس محتاجه اغير البوت بتاعت الزرعه بتاعتي، او اجيب لها واحده للكفر يعني تبقى شكلها احلى من كده. فبفكر انزل ادور على واحده، بس انا مش لاقي حاجه مناسبه لغايه دلوقتي. بس يعني في الخطه لو لقيت حاجه في طريقي هجيب واحده حلوه. بس هي دي الحاجات اللي انا جبتها، وبكره باذن ربنا هنبتدي في الديكور
بتاع الخلفية. اول حاجة هعملها هبتدي افصل البرواز كل جزء لوحده علشان اعرف اشتغل عليه. فكرة الديكور اللي في دماغي اني اعمل خطوط بالطول بالالوان، وبعد كده هلزق معاهم اشكال فاكهة هلونها بنفسي برضو، وعلشان كده بالتيب ده هعمل خطوط بالطول زي ما انتوا شايفين، وهسيب طبعا فرق بين الخط والتاني، وبرضو زي ما انتوا شايفين لازم تركزوا في الفيديو في الجزء ده علشان تعرفوا انا قصدي ايه بالظبط. خلي بالكم لازم تغطوا كويس كل الاطراف، لازم تدوسوا عليها كويس جدا علشان اللون ما يعديش من تحتها ويبوظ الشكل. وفي كمان نقطتين مهمين جدا لازم تخلوا بالكم منهم وانتوا بتشتغلوا على اللزق. اول حاجة بعد ما تخلصوا سووا اطراف اللزق علشان ما تضايقكوش وانتوا بتشتغلوا، بس في نفس الوقت سيبوا طرف صغير خالص علشان تقدروا تسحبوا منه اللزق بعد ما تخلصوا تلوين، هيكون سهل جدا ومش هيبوظ الشكل. النقطة التانية وهي الأهم في الموضوع كله، لازم تتأكدوا ان الورق اللي بتستخدموه اللزق ما بيلزقش عليه. يعني ايه؟ يعني اللزق ما بيسيبش أثر أو بيلزق عليه بشكل دايم، علشان لو اللزق ثبت وجينا نشيله هيشيل جزء من الورقة معاه أو طبقة من الورقة معاه، وده هيبوظ لنا شكل الألوان اللي احنا هنحطها. لازم يكون بيتشال من على الورقة بسلاسة وسهولة. ودلوقتي هبتدي ألون أنا والولاد مع بعض. انتوا عارفين لما بنتشارك مع بعض الحاجة بتخلص بسرعة وبنستمتع بالوقت كمان. دلوقتي هبتدي ارسم اشكال الفاكهة اللي في دماغي، والحقيقة انا قررت ارسم من دماغي تماما وما تقيدش باي حاجة او باي شكل، وعلشان كده كنت بحط نقطة من الالوان او قوس او خط واشوف هيطلع منهم ايه. يعني حبيت ما يكونش فيه اي قيود، وفي الاخر خالص حبيت ادخل اللون الابيض شوية. وكالعادة مشغلة فيلم قديم جنبي بيسليني وانا بشتغل، وانا شغالة دايما بحب اشغل حاجة تسليني وفي نفس الوقت مركزش معاها او تكون محتاجة متابعة، والافلام القديمة من المفضلات ليا الحقيقة. المهم هسيبهم ينشفوا كويس جدا، ولحد ما ينشفوا هبتدي ارتب حاجة الخرز وارتب كمان المكتب واحدة واحدة. الرفايع الصغيرة هحطها في العلبة دي، هجمعهم كلهم فيها. شايفين البريسلت دي عملتها مع الشنطة على العيد علشان يبقى طقم،
ايه رأيكم فيها؟ اخليها ولا افكها هي كمان؟ هبتدي افضي كل الخرز من الاكياس في العلب علشان يبقى كل حاجة قدامي ومنظمة، وعلشان كمان ابتدي انسق الالوان اللي حابة اشتغل فيها. واو، خطير يا جماعة، تحفة. مش هفكه الصراحة دايما. واخر حاجة هعملها هفك الشنطة كلها. مش عارفة اوصف لكم كنت زعلانة قد ايه وانا بفكها كده، بس عارفة في نفس الوقت اني هقدر اعملها بشكل احسن واحلى. اوقات بنضطر نهدم حاجات عملناها قبل كده وبنبقى متضايقين جدا ان كل التعب والمجهود اللي احنا حطيناه فيه ضاع على الارض في وقت قليل جدا. صحيح بيبقى الوضع ده مؤلم قوي، بس على الاغلب بيبقى الألم ده ضروري جدا، ضروري علشان نفوق ونبتدي من جديد، ضروري علشان نطور من نفسنا ونبقى افضل، وأوقات بيبقى ضروري علشان نبتدي نحط حدود وقواعد ونلتزم بيها. زي الشنطة اللي في ايدي دي دلوقتي، تقريبا انا فكتها في اقل من ساعة، رغم ان انا كنت عاملاها في خلال اسبوع، بس كنت عارفة اني هقدر اطور فيها واخليها احلى بكتير من الاول. وانا بسجل الصوت دلوقتي تقريبا كنت خلصتها، وهتشوفوها معايا في الفيديوهات اللي جاية او في الفيديوهات القصيرة، ومش هتصدقوا لما تشوفوها، فرقت كتير جدا عن الأول. وبصراحة في النص قررت اخد استراحة محارب، اظبط لنفسي كده كوباية كابتشينو على مزاجكم وواحدة كوب كيك، حاجة كده تدعو للروقان. طيب دلوقتي هبتدي ارتب معاكم الالوان. عندي الوان قماش والوان اكليريك والوان جلد اوبس والوان جلد، فهرتبهم كلهم مع بعض، ولسه هجيب الوان تاني. يعني في الخطة هجيب الوان مائية والوان زيتية في الخطة الصيفية بتاعتي، بس لسه هشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. فهبتدي ارتبهم واحدة واحدة هنا في المكان ده. الوان القماش انا هخليها على بعض في العلبة بتاعتها، مش هحركها. الوان الاكليريك والوان الجلد هخليهم مع بعض في التري دي، هحطهم هنا.
هنا حطيت الفرش عشان هي طويلة، والزرعة بتاعتي عشان تدي شكل حلو، وكل الخرز هنا اللولي والكريستال. ودي دي زي بطانة شنطة هعملها، والخيطان الخيوط كلها، خيط السنارة، كل الحاجات دي هنعرفها مع بعض قريب لما اجي اعمل السلسلة عن الخرز. ننزل بقى تحت. حطيت هنا ايه برضو بقية الخرز هنا، ده تبشير يعني. لا ده ممكن انزله في حتة تانية، احطه في حتة تانية مختلفة، او غالبا انا حطاه عشان حاطه في علبة من دول اللي هو الوان الشمع تقريبا. انا حطها هنا تحت خالص، وحاطه هنا كل الحاجات يعني. دي الكروت بتاعتي، ودي الكروت اللي مكتوب عليها ثانك يو. وحط هنا الجليترز يعني، رتبتهم هنا كده حاجات الجورنالينج. ودي الالوان تحت هنا، دي الالوان الاكليريك انا حطها على دي عشان اقدر اوصل لاي واحده. السبونج، الوان القماش، وبرضو الوان الجلد هنا، والاقلام جوه خالص لو شايفينها. وتحت بقى اخر واحده اللي هي الحاجات الورقيات يعني. وفي الاخر خالص قصقصت كل الاشكال اللي عملتها بعد ما نشفت علشان ابتدي اشتغل بيها. صباح الخير. رحت جبت شوية طلبات كنت محتاجاها، بس دلوقتي هنعمل الديكور. انا كنتش قادرة اعمله امبارح لان بعد ما وضبت وحطيت كل حاجة مكانها كنت خلاص فطسانة، ما كنتش قادرة اعمل اي حاجة، فاستنيت لي تاني يوم عشان اكون بطاقتي كده واقدر اتكلم معاكم ونعمله مع بعض بمزاج وبروقان. فيلا بينا نبتدي. احلى حاجة في الفيديو كله وانا بشيل اللزق من على الورق، بجد بيدي احساس بالراحة والرضا كده جميل جدا. وبعد كده هبتدي انسق الاشكال اللي رسمتها مع لون الخلفية اللي عملتها في الاول. وفي كذا قاعدة في تنسيق الالوان كنت اتكلمت معاكم عليها قبل كده في فيديو. الحقيقة مش قادرة افتكر اسم الفيديو دلوقتي، بس هسيب لكم اللينك بتاعه في الاي برضو وكمان في صندوق الوصف. وباختصار في اكتر من قاعدة لتنسيق الالوان، بس اللي انا اشتغلت عليها هي الالوان المكملة والالوان المجاورة. الالوان المكملة هي الالوان اللي عكس بعض على عجلة الالوان، والالوان المجاورة هي الالوان اللي جنب بعض. ودي تقريبا كانت معظم اختياراتي في تنسيق الالوان. وزي ما قلتلكم في قواعد تانية طبعا، وممكن لو حابين نقدر نتكلم عليها بالتفصيل في فيديو منفصل. ولو حابين نوعية الفيديوهات دي قولولي طبعا في التعليقات علشان اعرف واحطها في الخطة بتاعتي واعمل لها فيديوهات، يا اما فيديوهات طويلة او فيديوهات قصيرة.
وبعد ما خلصت كل حاجة هبتدي ارتبهم على الارض بالتنسيق والترتيب المناسب اللي انا حباه. وبعدها هنقلهم بالنظر كده على الحيطة. تقدروا تجيبوا ميزان طبعا تحددوا بيه الاماكن، بس انا حبيت اظبطهم زي ما انتوا شايفين بالنظر كده وبالتوازي، علشان مش كلنا هيبقى عندنا ميزان. وصدقوني نظرتكم وعيونكم هتبقى افضل ميزان وهتقدروا تظبطوها وبسهولة كمان. وطبعا لزقتهم بالدبل فيس اللي قلتلكم عليه في اول الفيديو. واو، حقيقي واو، الحيطة نورت. قولوا لي ايه رأيكم؟ انا عن نفسي حاسة ان الحيطة منورة. تحفة. اخر حاجة بقى واللمسات النهائية ان انا هعلق باقي الحاجة، بس الحقيقة انا قررت ان انا ملونهمش. في الاول قلتلكم ان انا هلونهم بنفس الالوان، بس حسيت انه كتير قوي ان انا الونهم، وعلشان كده هسيبهم بالوانهم زي ما هما. وده هيكون الشكل النهائي للباك جراوند بتاع الفيديوهات بتاعتنا الجديد، وكمان الباك جراوند بتاع الديسك بتاعي اي حد يقدر يعمله بمنتهى السهولة والبساطة. بجد طلع تحفة في الاخر. ممكن كمان نغير الصور ديت لحاجات تانية حسب الموسم او حسب الحاجة اللي احنا حابين نعملها. احنا عشان في صيف وكده فانا عاملة الحاجات دي. ممكن على الكريسماس او بداية السنة الجديدة نعمل اشكال مختلفة، فالاشكال ممكن تتغير بمنتهى السهولة والبساطة، وفي نفس الوقت مدية شكل حلو جدا للمكتب. فاضل بس حبة حاجات هنا، شايفين المنظر؟ هنظبطه ونروقه ونوريكم الشكل النهائي كله للمكتب بعد ما ظبط، عشان الشكل ده فظيع الحقيقة. يلا بينا. افضل حاجة وانتوا بتشتغلوا بالالوان انكم تفرشوا مفرش او تفرشوا حاجة تشتغلوا عليها، وحتى لو الالوان وقعت مش هتسيب الاثر الجامد، وممكن بمنتهى البساطة تشيلوها بالمناديل المبللة الوايبس يعني، وبالذات اللي فيها كحول، علشان بتشيل كل حاجة وما بتسيبش اي اثر للالوان. وبجد بجد المناديل دي اختراع، انا ما بقتش استغنى عنها ابدا. كل حاجة. وهنا حطيت كل الحاجات، وهنا دول عشان الترتيب، او لو في مواعيد مهمة هحطها هنا، بتبقى ببن كده بحطها. ودي الباك جراوند القمر بتاعتي، بجد تحفة، منورة بشكل مش طبيعي ومبسوطة بيها جدا جدا جدا. بجد اشجعكم انكم تعملوا حاجة زي كده في اوضكم او في ناحية المكتب بتاعتكم او في اوض بناتكم يعني، او البنويت الصغيرة حابين ياخدوا الفكرة ويعملوها في الاوض بتاعتهم. الفكرة تحفة بصراحة، تحفة تحفة وبسيطة جدا. وبس ده الشكل النهائي. خلوني كمان انور النور اللي انا حطيته. انا حطيت نور حابة انوره. واو، هنا وهنا في نور بس مش باين. لما الدنيا تضلم هوريكم الشكل النهائي بالنور. وده الشكل النهائي بالليل. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتحمستوا معايا تعملوا ديكورات حلوة كده، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.